السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا يا أصدقائي على واحد المهنة اللي مطلوبة بزاف في أمريكا، وتقدر تضمن لك المستقبل ديالك وتضمن لك الدخل الثابت إلا بغى الله. وهي هاد المهنة مهنة النجار. شنو كيعمل النجار بالضبط في الميريكان؟ النجار بحال أي معلم في أي دولة، كيخدم بالخشب ويصنع وكيصلح بزاف ديال الأشياء، من الأبواب، الأرضيات الخشبية، الأثاث المنزلي والمكتبي، والخزائن والديكورات الخشبية وترميم المنازل القديمة. يعني باختصار أي حاجة فيها الخشب محتاجها غادي يصوبها لك النجار ويصلحها لك. شنو خاصك باش تولي نجار؟ أول حاجة الصبر، الدقة في العمل، حيت الأخطاء في الحسابات لا بديتي تخطأ في الحسابات غادي تكلف بزاف عليك. وكاين واحد التدريب عملي بزاف ديال الناس كيبداو بيه، ابرانتيسشيب، في الشركات الصغيرة ولا الكبيرة. يعني عندك واحد المعرفة تتولي عندك بالقياسات، مقاسات، واستخدام الأدوات، المنشار وكل ما يتعلق حتى المطرقة. تتعلم رسم الخطط الهندسية بسيطة. كاين المهارة السلامة، يعني انت خصك ضروري المهارة السلامة على الأشياء الثقيلة وكذا. كيفاش تعلم النجارة من الصفر؟ تقدر دير واحد الدورات مجانية أولا مدفوعة عبر الإنترنت، وتشوف فيديوهات تعليمية على اليوتيوب باش تعلم تقنيات القص، يعني كيفاش تقطع وتجمع. وجرب دير شي مشاريع صغير في الدار، مثلا كرسي، طبلة، طاولة. ومن بعد ما تولي يا سيدي مهم، يعني في الأشياء الأساسية، هاو تلقى شي ابرنتشيب أو شي تدريب عملي في شي شركة وتستافد منه. الراتب، النجار المبتدئ ما تعرف حتى حاجة من 18 ل 25. النجار المتوسط اللي عنده تجربة من 25 وانت طالع 30 35. ولكن النجار المحترف يعني تيبدا من 40 الفوق. يعني حتى واحد ما تيبدا دريا، تيبداو من الصفر، يقدر يوصل لفلوس زوينة في المستقبل. المستقبل المهني مزيان لهاد الحرفة هاد. تقدر تولي يعني بروجيكت ماناجر، هاي يا سيدي تولي مسؤول على شي مشروع كبير ديال البني. ايوا نشوف الختام، الا بغيتي تولي نجار محترف ميريكان البداية كتكون صعيبة، ولكن مع الصبر تتولي سهلة. ولكن الناس اللي عندهم اصلا تجربة في المغرب وجاو لهنا فهادو راه اختصروا الطريق ديالهم وبداو المستقبل ديالهم باذن الله. وشاركوا هذا الفيديو وخليو واحد اللايك الا بغيتي خدمة ديال النجار. وما تنساش تتابعني باش يوصلك ديما جديد في كل حرفة وكل حياة في امريكا.